هذه إذاعة إرنا. الأفاضل متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 5 من أبريل. كما عودناكم بالسمعية ومن سماعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، يعقب ذلك فاصل غنائي للفنان سعيد عبد الله. وضمن برنامج نافذة ثقافية يستضيف الزميل أحمد الشريف الشاعر الطاهر كرار، وتستمعون ضمن اللقاء إلى قصائد باللغة العربية ولغة التجرايت. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم عناوين نشرتنا الرئيسة لهذا اليوم. اجتماعات مكثفة لمسؤولي الجبهة الشعبية والحكومة في أسمرة. إثيوبيا تؤكد كفاءة طاقم الطائرة المنكوبة. مخاوف حول أوضاع الإريتريين مع تقدم قوات حفتر نحو طرابلس. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. تشهد العاصمة أسمرة ومنذ نهاية مارس المنصرم اجتماعات مكثفة لمسؤولي الجبهة الشعبية والحكومة بخصوص التطورات الراهنة في البلاد. ففي 29 من مارس عقد رئيس وكالة الأمن القومي العميد أبراها كاسا اجتماعا للمقاتلين في مقر رئاسة الشرطة الإريترية أجب، وفيه قدم المقاتلون أسئلة حول ترسيم الحدود وتفعيل الدستور وإطلاق سراح المعتقلين، كما قدموا أسئلة حول التعاون بين إريتريا وإثيوبيا بخصوص نية إثيوبيا بناء قوات بحرية. وفي 29 من مارس أيضا عقد العميد أيوب حليباي اجتماعا مماثلا للمقاتلين في معسكر الغانيو، حيث تناول فيه التطورات الأخيرة، وطرحت عليه أسئلة مشابهة ودارت مناقشات حول سؤال: لماذا لم تمنح الحكومة المساكن التي بنتها في حي ماي تمناي للمعوقين من المقاتلين رغم أنها بنيت من أجلهم؟ وقال المعوقون بأن هذه المساكن تم توزيعها للموالين للحكومة دون اعتبار لحاجتهم الإنسانية للسكن. الجدير بالذكر بأن هذه الاجتماعات المكثفة لمسؤولي الحكومة والجبهة الشعبية تشبه الاجتماعات التي عقدت في أكتوبر من عام 2001 بعد اعتقال مجموعة 15 الإصلاحية. ذكرت وزيرة المواصلات الإثيوبية السيدة داغماويت موغوس بأن طاقم الطائرة الإثيوبية التي تحطمت في شهر مارس الماضي اتبع كل الإرشادات، ولكنه لم يستطع التحكم في الطائرة ومنع تحطمها. ويعتبر هذا التصريح من قبل وزيرة المواصلات الإثيوبية بمثابة صك براءة في حق طاقم الطائرة، حيث أشارت عدة مصادر بأن عدم خبرة طاقم الطائرة أدى إلى تحطمها. وعلى نفس الصعيد صرح رئيس الخطوط الجوية الإثيوبية تولد جبري مريم بأنه فخور بالأداء العالي لطاقم الطائرة الذي بذل كل جهد ممكن من أجل السيطرة على الطائرة، ولكن للأسف لم يتمكن من تفادي التحطم. تتزايد المخاوف حول مصير المئات من الإريتريين المتواجدين في العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها مع إعلان قوات القائد العسكري خليفة حفتر المعروفة باسم الجيش الوطني الليبي بأنها أصبحت على بعد أقل من 100 كيلومتر من العاصمة. وكان المتحدث باسم جيش حفتر قد أعلن أن الجيش الوطني الليبي استولى على بلدة غريان التي تبعد 80 كيلومترا من العاصمة، بينما طالب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج قوات حفتر بالكف عن التهديد وممارسة العنف. وكانت قوات حفتر قد استولت على مدينة سبها جنوب ليبيا دون مقاومة تذكر، وأعلنت بأنها تتوجه نحو العاصمة طرابلس. ويتواجد في طرابلس وضواحيها جالية كبيرة من الإريتريين الذين يطمحون بالوصول إلى أوروبا، كما أن هناك العديد من المعتقلين في السجون في نفس المدينة من الذين تم إعادتهم من زوارق وسفن في عرض البحر. بهذا الخبر مستمعي ومستمعات الأفاضل، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. اجتماعات مكثفة لمسؤولي الجبهة الشعبية والحكومة في أسمرة. إثيوبيا تؤكد كفاءة طاقم الطائرة المنكوبة. مخاوف حول أوضاع الإريتريين مع تقدم قوات حفتر نحو طرابلس. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار،
قدمناها لكم من إذاعة إرينا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم سادتي في إذاعة إرينا الدولية من باريس، وهذه الحلقة في النافذة الثقافية، وسعيدين جدا أن نستضيف باسمكم جميعا أيها الإخوة المستمعون والمستمعات الفضليات. نستضيف الشاعر الأستاذ طاهر كرار من حيث إقامته، ونجري معه هذه المقابلة، ونحن في غاية السعادة والحبور أن نستمع إليه بعد أن تعرفنا عليه عبر السوشيال ميديا، وهو اسم معروف لدى ذائقة الشعر ومستمعيه باللغتين العربية والتجريت. أستاذ الطاهر، مرحبا بك في إذاعة إرينا، إذاعتك، ويا ريت تحيي المستمعين بما تشاء. هذه إذاعة إرينا. شكرا لك أستاذ أحمد شريف. أولا التحية لك والتحية لكل الفريق العامل في إذاعة إرينا، وأيضا تحية خاصة للسادة المستمعين. شكرا لك. طيب، الطاهر كرار صوت معروف ويتماهى في اللغتين العربية والتجريت. أستاذ الطاهر، كده حيي لنا المستمعين مرة تانية بلغة التجريت. حويه وحواتي كلا كان هليكم خارج إريتريا والداخل هليكم سلامة التحكم وعوتي وسرقل تنقلكم، وإن شاء الله لأن نحن مثل مدت يعني فرحان والوقام من هنا قلنا فتي. ما شاء الله. لأن أنت عارف ليه أنا سألتك ليه عشان تحيي لنا؟ لأنه نحن في لغة التجريت بالذات هي لغة شاعرية ولغة هدكتة يعني، ولغة الونسة والفضفضة يعني، وبالتالي أنا أحببت أن أستمع لصوتك بلغة التجريت. أستاذ الطاهر، طيب من هو الطاهر كرار بإيجاز؟ حيث المنشأ. الطاهر كرار، نعم، الطاهر كرار حامد من أبناء ولاية القضارف في شرق السودان، مولود في قرية جنوب شرق الولاية اسمها تبارك الله. بعد الدراسة في دراسة الأساس انتقلت في العام 96 إلى مدينة القضارف، وأكملت الثانوي في القضارف ثم الجامعة في النيلين. ما شاء الله. طيب، الأسرة ممتدة إلى إريتريا، وين بالتحديد؟ الأسرة عندنا طبعا هجرات قديمة. عندنا هجرة قديمة، والهجرة الثانية هجرة الستينيات اللي هي من عدهم مد، اللي هي شمال غرب مدينة حجاز. نعم. طيب أستاذ الطاهر، منذ متى حسيت أنه، وطبعا المعلمين دور كبير في لفت انتباهك وأنت طالب وطفل يعني أو تلميذ إلى حبك للشعر وما إلى ذلك، متى حسيت أو أحسوا بك الجماعة أنه لك علاقة بالشعر؟ والله ما كانت بدري شديد، يعني في كتابة الشعر ما كانت ملاحظة في الأساس أو الابتدائي في زمننا. نعم. ولكن عندما انتقلت إلى القضارف في فترة الثانوية، نعم، وكانت يعني غرامية. أول قصيدة كانت غرامية. هي هكذا تبدأ القصائد. هكذا تبدأ عند كل الناس. نعم. بدأت بالقصيدة الغرامية، واللي هي تتحدث عن العاطفة، والفترة طالت ذات ما أذكرها، فصدمت صدمت يعني من المحبوبة زي ما يقولوا. أول ما قدمت لها القصيدة هذه يعني ما اتقبلتها، وقامت يعني ما قبلتها، اللي هي واقع القصيدة ما يتوافق مع الشيء اللي بيحصل بيناتنا كده. فتركت الكتابة ثم عدت إلى الكتابة مرة ثانية في العام 2005. 2005. طيب، ساعتها كتبت شنو؟ عن
قضية الأمة اللي هي فلسطين، والأمور اللي حصلت، الاغتيالات بتاعت الشيخ أحمد ياسين وبعده عبد العزيز الرنتيسي، ودي كانت يعني لها وقع في من الأحداث، يعني كان لها وقع في قلوب الناس، وبالذات أنا أثرت معي شديد. الفترة دي كنت في السعودية وحاولت يعني كتبت وطلعت اللي في دواخلي وما بيجيش يعني. جميل. كانت بخاطر. بالعربية ولا بالتجريد؟ هي كانت بالعربية، بدايتي كلها كانت بالعربية. جميل. طيب علاقتك منذ متى بدأت تكتب بالتجريد؟ بدأت في التجريد من العام 2012. الأسباب كانت شنو أستاذنا الطاهر كرار؟ والله الأسباب متعددة طبعا. شفت الساحة محتاجة لشباب بيكتبوا عن القضية، نمرة واحد. نمرة اثنين برضو يعني بعض الناس لما يسمعوا كتاباتي باللغة العربية، وخاصة الناس اللي من حوالي يعني القريبين مني، ما كانوا يعترفوا بالكلام اللي بكتبه. فبعض الناس بيقول لك دي قصيدة فلان الفلاني تقريبا، بس انت غيرت فيها وكده، يعني ما كان في تقبل. فأنا قلت برضو يعني الواحد يكتب بالتجريد عشان يعرفوا التجريد هم شعراء من دمات ودكود وجعيف معروفين، يعني الكلمات أول ما تقراها لهم بيقول لك دي كلمات بتاعت الشاعر الفلاني. طيب التوارد الخواطر دي موجودة والتأثر قائم. نعم. شنو المشكلة يعني؟ إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. طيب أستاذ الطاهر، ممكن تقرأ لنا النص باختيارك؟ والله ممكن نقرأ نص بأي لغة كما شئت. بمناسبة. نعم، ممكن نقرأ نص بمناسبة يوم المعتقل الأريتري، لأنه نحن الأيام هذه قاعدين يعني نعيش هذه التحركات التنسيقية. نعم، وكذا. اختيار موفق بالجد يعني. الله يديك العافية يا أستاذ. القصيدة بتقول من السجين، هي رسالة. نعم. بتقول من السجين وإلى السجين. السجين الأول هو المعتقل في زنازين النظام، والسجين الثاني اللي هو الشعب الأريتري في الداخل والخارج، اللي هو يعني عايش سجين المواقف اللي غير وطنية. ممتاز، تفضل أستاذ الطاهر. بتقول من السجين وإلى السجين، ماذا جنينا من اللعين، وقطارنا متوقف مر السنين، وعقود البؤس والشقاء تحبو نحو 40، وسفينة النجاة التي حوت ألواننا، سحناتنا أطيافنا، مسيحي كانوا ومسلمين، تكسرت تبعصرت وضاع مجد الأولين، وحدتنا تناثرت بين جهاديا وجبهجيا وفيدراليين، بين ليبراليا وعلمانيا ومحافظين، أرقام قياسية بل أصبحت فلكية تفوق الأبجدية، أكرم الله السامعين. إلى أين ستقودنا؟ إلى أين ستقودنا نفوس الطامعين؟ إلى متى سنظل صامتين من أجل النساء الطاهرات الصابرات على الأنين؟ توحدوا من أجل اللواتي يلوحن كل مساء، هل عاد السجين؟ فالانتظار يقتلهم صامتين، ماذا جنوا حتى يصبح المساء مخيفا، ويهديهم الصبح لعناته كآثمين. هيخرجوا من دائرة الصمت اللعين، فالقابعين عارهم نغسله من دماء الطاهرين. توحدوا من أجل الشيوخ، توحدوا من أجل الشيخ السجين، لذلك الطفل الحزين. لا تهزموا أمام الصخرة السماء، لا تسمعوا للعاجزين، وامضوا بقلوب ملؤها اليقين، واصبروا نساء. توحدوا من أجل توحدوا من أجل أب، توحدوا من أجل البقاء، توحدوا لابن السجين، توحدوا واملأوا الدنيا بصوت الثائرين. صبر السجين علمنا ورثنا أن الحق حقا لا يعطى للمستكين، فلا تختاروا موقف الحائرين ولا تسكبوا الدمع الحزين، بل اصنعوا شلالا وجحافلا من دموع الملايين،
بل اصنعوا شلالا وجحافلا من دموع الملايين، واكسروا قيود الأسرى من الأبطال القابعين، وامحوا العار الذي يعلو الجبين. أنت صوت للسجين، أنت حادي الركب، أنت صوت الحادبين، أنت صوت الحادبين، أنت صوت الحادبين، وشمعة للحالمين. أنت نبراس العتمة التي أنت ضمير المقيبين. فلا تحلم بغد تحت راية المتآمرين، فالأرض والشعب باق رغم الطغاة الحاضرين. فابدأ من حيث أنت ولا تبالي، فالعاجزون يتغنون بالراحلون الراحلين، والصامدون يدافعون من أجل الضعاف الحالمين. نحن شعب عصي عن الطمس، عن الزحف، ثقافة وهوية في كل حين. فلتدم أنت يا وطن، فلتدم أنت يا وطن، ولنكن نحن رغم أنوف السارقين، نحن رغم أنوف السارقين. هذه إذاعة إرنا. أحييك الشاعر الجميل الأستاذ الطاهر كرار على هذا النص الجميل وتلك الوطنية والهبة الصادقة، وقوفا مع الصامدين والقابعين خلف سجون الظالمين. والله نص جميل ونص يعني قوي يلامس الحقيقة التي يعني تحرج كل واحد فينا حي يتحرك على هذه الأرض داخل وخارج البلاد، وضمائر أولئك الأطهار الأحرار اللي هم أحرار حتى في سجون العدو الظالم. وأحييك على هذا النص. طبعا هذه الأيام الحملة بدأت، أستاذ الطاهر هل لديك غير هذه المشاركة في الحملة القائمة الآن في 14 من أبريل يوم المعتقل الإريتري؟ نعم لدي قصائد بالعربي وبالتجريت، من ضمنها ممكن في قصيدة بالتجريت جاهزة أسمعك لها يا ريت والله، تفضل. ونحن طبعا أعزائي المستمعين لازلتم في إذاعة إرنا الدولية من باريس، وحلقة في برنامج نافذة ثقافية، والمتحدث إليكم هو الأستاذ الشاعر الطاهر كرار. تفضل نصك بلغة التجريت. شكرا يا أستاذ. القصيدة بتقول: شعبنا ثابت إيمانه، شعبنا ثابت إيمانه، عسر مرة لحالف بأمانة للتالي وأمر ربي يخالف، كذنقب أمسكبوا أنياب دي يشارف، كفسكبوا ولاد أنبال مدر لا تعرف، الدام فتح والأسر وحنق الحدن تفارد، بدير عدنا وأبونا بإيدي أباي لتحارد، وأدا أباي منه أثناء قل مقعدنا لتوارد، قبي دحن فتيتا فرهتيكو وحلالي، كم انتهاي لأباينا وحنق الحدن تقاري، حتى تقبع لإينتنا وإيدي مثل واري، كسر بشوليكم أطالبكم بلقوف لتكاري، معاق سجين وشهيد من قد ما يوم تحللت، وتحل قمنا قصتهم إيد دهرت وإيد وقلت، مسكين باكنا لترفا نفسه سن تحملت إيد عصصا ولادو ومن نحتي تعللت، ترفوا اندلت باكو نقوش علقت وحرمت، في الراس علو أبونا عجمهم لك بأدي بجنة، قال أكيد كافلك أيد سجون وهمت، ومبلت أقامي تقعد أكيد مرار وطلمت. يا سلام. منتو قبئ فانتيا أكيد وحكم هقدف، منتو قبئ فانتيا أكيد وحكم هقدف، مبل حرد وقتل مسلم سجن وشتف، استكاب حرمت أبديكم لام عيتلت كنتف، اندلو دع كوكبكم ولا شومكم يلترف إن شاء الله. عند رب الأبدا لام عيد كلا ندت، وجور حلب طبطبت وحوط أفتل بشدت، وانت قامت قبيو أترايمت لمدت، وسي شهيدي قاكي قلت إتاي العدت، بريد أبل لبنا وديم الهرور قلينا، قال رأي من هيبت لسجون قبرينا، آدم انتو لافونا مبل فينا قتلينا وسبسلف انحنا، جيب دنقو بكرينا. يا سلام. أمان من دبلسنا لموت الله مدررنا، ميت الإقلوة دينك حن مدر أبرنا، حدقناه لافيات كم سيد كم انت آسرنا ومبئكي قلين رأسك كدن فررنا،
حوان هتيت ولدو لمبالتيقاي للدارف وام الفنتيت وما كيم منتو من كلا تعرف من شويتك النبلع وتحنتيها نعرف نلاقو فولا فرنجي وقجت يبست نشارف. يا سلام. تقوماتكم من هاللي حنا وحدتنا حري، تقوماتكم من هاللي حنا وحدتنا حرينا أبرك شعارنا وحنا طورنا ينكري إن يتملش لشابيد نابتنا عري بطارك السق قلب قصاي كفوت تكري إسات الله تتقال نوسنا أمر بسرا بلدارك ناتيا إن لبالب كم فرا إن فدي شلاليت وندقم الأسرا وين تهكأ ديما أسك دلم العسترا. يا سلام. شعبنا ثابت إيمان يا بندي يشارف كفسك بولاد بل مدر لا تعرف عشتنا دواريت وانا إيمة لا تعرف كدن ترفت خدورتكم سالدرار ما تقارف بالسنية لخدمة وتحنتيها قل عارف شيخو قب أدي بقوت ودينو قب مخالف شيخو قب أدي بقوت ودينو قب مخالف. يا سلام يا سلام. شكرا لك أستاذ الطاهر كرار. يعني هذا نص جميل وقوي ومؤثر وعميق. بارك الله فيك يا أستاذ الطاهر. طيب القصيدة دي كتبتها 200؟ القصيدة دي كتبتها يمكن قبل سنة، كان كتبت منها 4 رباعيات في شكل خاطرة. نعم. وخليتها أكملتها في يوم 27 الفات ده. يا سلام يا سلام. وتكتب شعرك بلغة التجريت بحروف عربية ولا بحروف الجيزية؟ نعم بستخدم الحروف العربية. نعم. وما عندك أي إشكالية فيها تقراها طبعا؟ لا بقراها لأنه أصلا الشعر أنت لما تكتب براك سهل جدا إنك تقراه. نعم. وهي هكذا قيل ووردت في الأخبار أنه لغة التجريت سابقا كانت تكتب بحروف عربية، بالذات الفترة بتاعت الحكم التركي العثماني، والمراسلات كانت تتم بين الوالي في مصوع وبرضو المناطق الثانية في السودان كانت تتم في المناطق المحاذية على البحر الأحمر، كانت تكتب بحروف لغة التجريت كانت تكتب بحروف عربية. وهناك الكثير، أنا قلت الكلام ده مرة في مقابلة مع أخونا ودورار ونحن نحييه من هنا. وكتار من الشعراء كانوا يكتبوها والفنانين يكتبوها التجريت بحروف عربية، ومنهم الفنان أبو خالد إدريس محمد علي، وكذلك الفنان ودقورت، وكثير من الشعراء والفنانين. أستاذ طاهر كرار، نحن قربنا نكمل هذه الحلقة الأولى من هذا البرنامج ونحن سعيدين. في كلمة كده ماذا تقول للقابعين في ليس القابعين في سجون العدو نظام هقدف، ولكن القابعين زي ما أنت أشرت في قصيدتك، قابعين في أوهام والأنفس التي تتحرك ولكنها سجينة، زي ما قلت من سجين إلى سجين. ماذا تقول لهم بعيدا عن الاحتفاليات والحاجات الروتينية التي أصبحت لا تجدي كثير؟ يعني والله يا أخي الساحة السياسية طبعا الوضع فيها صعب جدا جدا في التعامل، وده كله بيرجع للتحزب والتكتلات، فده كله ما بيخدم. أنا دار أقول الناس توحد جهودها وتدفع من اتجاه واحد عشان نصل للهدف، وإلا يعني ستلاحقنا اللعنات، ما في شك. شكرا لك الأستاذ الشاعر الطاهر كرار، كنت معنا في إذاعة إرنا الدولية من باريس، وهذه الحلقة في النافذة الثقافية، ونحن نتحدث في إطار الاحتفال بيوم أو إحياء يوم المعتقل الإريتري الذي يصادف 14 من هذا الشهر أبريل. شكرا لك، وإن شاء الله نلتقي بك في الحلقة القادمة. باسم كل المستمعين، هذا أحمد شريف يحييكم مع تحايا الزملاء في إذاعة إرنا الزميل فتحي عثمان وبنيام سمعون. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. فيما يلي مستمعي ومستمعات الأفاضل، تذكير بأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. اجتماعات مكثفة لمسؤولي الجبهة الشعبية والحكومة في أسمرة. تشهد العاصمة أسمرة ومنذ نهاية شهر مارس المنصرم اجتماعات مكثفة لمسؤولي الجبهة الشعبية والحكومة بخصوص التطورات الراهنة في البلاد. إثيوبيا تؤكد كفاءة طاقم الطائرة المنكوبة. ذكرت وزيرة المواصلات الإثيوبية السيدة داغماويت موغوس بأن طاقم الطائرة الإثيوبية التي تحطمت في شهر مارس الماضي اتبع كل الإرشادات، ولكنه
لم يستطع التحكم في الطائرة ومنع تحطمها. مخاوف حول أوضاع الإريتريين مع تقدم قوات حفتر نحو طرابلس. تتزايد المخاوف حول مصير المئات من الإريتريين المتواجدين في العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها مع إعلان قوات القائد العسكري خليفة حفتر المعروفة باسم الجيش الوطني الليبي بأنها أصبحت على بعد أقل من 100 كيلومتر من طرابلس. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كان هذا تذكير بأبرز ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. في الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج والبرامج الأخرى لإذاعة إيرينا، لكم من زميلي أحمد الشريف ومني محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة في باريس أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إيرينا.